ايه رأيكم يا جماعة لو نعمل التصميم ده مع بعض ونجمع الملحقات بتاعته والصور من خلال الذكاء الصناعي وعلمك ازاي تطلع صور بالشكل ده؟ فبعد السلام والتحية، معاكم اخوكم ابو حمزة. تعالوا نعمل التصميم مع بعض. بنفتح الأول برنامج الفوتوشوب وبنعمل مقاس مربع 1500 بكسل، ألوان RGB، ريزولوشن 150. طبعا بنعمل أول حاجة زي ما عودتكم في التصميمات بتاعي نيو جايدز، وبنخليه 1 سم علشان يحمي التصميم بتاعي. بعدين بروح أجيب أرضية التصميم وهي عبارة عن واجهة البرنامج، وبظبط المقاس بتاعها. بعدين بضغط على كنترول زائد M علشان أظبط الإضاءة والألوان بتاعة الصورة. أروح على قائمة فلتر واختار منها بلور، بعدين جاوسيان بلور، وأخلي التأثير على 10. بعدين بروح على قائمة Adjustment Layer واختار منها Gradient Fill، وأخلي الدرجة باللون الأزرق الغامق بالشكل ده. تعالوا بعدين نجيب صورة المصمم اللي هنستخدمه. بنروح على تشات جي بي تي، وهنا أنا كنت رفعت له صورة شخصية لإنسان محبط أو مرهق، بس أنا خليت موضوع البرومنت على مصمم جرافيك، وهتلاقي ترجمة الكلام ده على جوجل إنه إنسان شبه واقعي وبرأس أكبر نسبيا من الجسم وهكذا إلى آخر البرومنت. بتاخد الكلام ده على موقع ويسك، وده الموقع المفضل بالنسبة لي في توليد الصور. هتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو. بتحط الكلام في المربع ده، بعدين بتضغط على السهم وتنتظر ثواني بسيطة. شايفين يا جماعة النتيجة؟ هو ده المطلوب بالظبط. ولو ما عجبتكش النتيجة من أول مرة، بتضغط على السهم تاني وتالت لحد ما تلاقي الصورة المناسبة. أنا عن نفسي اخترت الشكل ده، شايفه مناسب للتصميم بتاعي. باخد الصورة بعد ما أحملها وأروح على موقع تفريغ الصور أو إزالة الأرضية. هتلاقوا برضو الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو. بترفع الصورة عليه وتضغط على المربع ده وتنتظر ثواني لحد ما يشيل الأرضية. وعلى فكرة الموقع ده يعتبر من أفضل المواقع اللي بتشيل الخلفية ومجاني. بتنزل الصورة بعدين PNG، بتكبر صورة الراجل بالطريقة دي وتخلي التركيز أكتر على الرأس. بضغط على كنترول زائد M علشان أظبط الإضاءة والألوان بتاعت الصورة. بعدين بروح على قائمة Adjustment Layer واختار منها Gradient Fill، وخلى الإضاءة من ناحية اليمين باللون الأزرق الغامق بالشكل ده. بعدين بغير مود الألوان أخليه على Overlay. بعمل طبقة جديدة فوق طبقة المصمم واضغط على Alt ودخلها جوه الصورة. بعدين بختار أداة الفرشة وخلي لونها بالأزرق، وحدد الأجزاء اللي جاية عليها الإضاءة باللون الأزرق بالشكل ده، وخلي مود الألوان على Overlay. شايفين النتيجة قبل وبعد عاملة ازاي؟ بعدين بنكتب كلمة آخر تعديل ونختار الخط المناسب ليها ونكبر حجمها، وبعدين نخليها أسفل الطبقة بتاعت المصمم. بعمل طبقة جديدة واضغط على Alt ودخلها جوه الكلمة، واختار أداة الفرشة واخليها باللون الأسود
وأكبر حجمها شوية، وأعمل ظل بسيط على الكلمة علشان أبين إن المصمم جاي عليها. بعدين أكتب كلمة معلش علشان تبقى الجملة كاملة على بعضها، معلش آخر تعديل، وبخليها من فوق بالطريقة دي. بحدد الكلمتين مع بعض واضغط على كنترول وتي واخلي الزاوية من فوق -5 علشان اميل الكلمة بالطريقة دي. بخف شوية الظل اللي جاي على الكلمة واكبر حجمهم. بعدين بجيب علامة التعجب والاستفهام واصغر حجم الصورة. بعدين بعمل لها إضاءة زي إضاءة النيون. بخلي درجة اللون أو الإضاءة بالأخضر الفوسفوري. بكبر أو أصغر قوة الإضاءة زي ما أنا عايز لحد ما تظبط معايا بالشكل ده. وده الشكل اللي هنوصل له في النهاية. أتمنى الدرس بتاع النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك بتاعكم علشان نقدر نكمل. استنوني في الدروس الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.